السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المتابعين الأعزاء أينما كنتم. الفيديو إن شاء الله غنهضروا على جوج ديال المحاور. المحور الأول وهو استقبال الجزائر تستقبل يهودي داعم للجيش الإسرائيلي. الموضوع الثاني شنو قريحة والتهديد بالحرب أو تخويف المغرب بالحرب. هاد المواضيع هادي بجوج غنناقشوها في هذا الفيديو ان شاء الله. ابقوا معنا بعد هذا الفاصل. مرحبا من جديد. الكل يعلم بالمغني الفرنسي والمزداد بالجزائر، يهودي جزائري. ما قلنا والو، حنا كنشوفوا غير الجزائر كيفاش كتعامل، كيفاش كتقول لك ما يدخلش اسرائيلي او شي يهودي لبلادي، ومع فلسطين ظالمه او مظلومه. هذا الموضوع ما غاديش ياخذ واحد الوقت كبير، نناقشوا عليه نناقشوه بسرعه. وهو باتريك بوريال. باتريك بوريال وهو يهودي جزائري مزداد في الجزائر، ولكن الداعم للجيش الاسرائيلي والعدو الفلسطينيين. ما كيحملش الفلسطينيين. هذا ماشي زعما يهودي جزائري عادي او يهودي عادي، ماشي مشكله. يعني هذيك بلادو تزاد تما يرجع تما، هذا ما عندناش حنا مشكل. وانما الداعم للجيش الاسرائيلي وهو سميتو الحقيقيه باتريك بن غيغي. سميتو الحقيقيه باتريك بن غيغي، فنان فرنسي مقيم في فرنسا او جنسيه فرنسيه. المهم هو اسرائيلي، يهودي مش اسرائيلي، يهودي الداعم للجيش الاسرائيلي وضد الفلسطينيين والدوله الفلسطينيه. هذه اللي كتغنى الجزائر مع فلسطين ظالمه او مظلومه. داروا ليه استقبال ديال الملوك، كيدور مع راسو في الولايات ديال الجزائر، والحراس والبشر كيتهافت عليه. اش كتسمى هذه؟ هنا باش كنشوفوا النفاق ديال الكراغله، النفاق ديالهم اللي كيقول لك حنا جبتوا لنا اليهود الحدود وطبعتوا مع الاسرائيليين مع اليهود وكذا وكذا. هما كيتودوا اسرائيل باش يطبعوا معاها، ولكن اسرائيل هي اللي ما باغاش تطبع مع الجزائر. لذلك التجت لايران. يعني هذا النظام ديال الجزائر عنده واحد المشكله، وهي فين ما كان شي حاجه خايبه، شي دوله خايبه، شي دوله عنصريه، شي دوله يعني الرؤساء ديالها فاسدين او رؤساء يعني مرتشين، او هي راه وسط منهم، راه وضع حبيبها. خليو هذا الموضوع ونمشيو لشنقريحه والحرب مع المغرب. شنقريحه كما تعلمون مشى لفرنسا. شنو قالت لي فرنسا؟ يعني لبسوا داك الكاسك ديال الحراس ديال الفرنسيين، وهذه اهانه كبيره من ماكرون للجزائر. هي ماشي اول مره غادي يهين فيهم الجزائر، فرنسا تهين الجزائر اعداد المرات. ماكرون هان الجزائر والجزائريين اكثر من مره. منا ديال قال لهم انتم ماشي امه،
وزيد ديال الكل يعرف، ماشي انا دري صغير دابا تقدر تقول لي ماكرون مع الجزائر كيقول لك الجزائر ولايه من ولايات فرنسا. ما عندنا غير مشى شن قريحه لفرنسا، يعني داك راكم عارفين الصفقات، يمكن تكون صفقات تسليح، يمكن صفقات رشوه، تكون المهم بزاف ديال الحوايج. ماما فرنسا قالت لهم سيروا خوفوا المغرب بالحرب. شنقريحه كما كتعرفوا كان في فرنسا، مشى لفرنسا عند ماما فرنسا، واللي يعني عطاوها واحد الجائزه هي ديال داك الخوذه، هذاك الكاسك ديال الحراس ديال فرنسا، حراس هذوك اللي قتلوا ليه جدادو وعمامو وخوالو، هذاك عطاوها ليه هديه تذكار ديال الجنود الحراس الفرنسيين. هذه واحده من الاهانات الكثيره اللي هان الرئيس الفرنسي الجزائر، هذه واحده منهم وهما كثار. ورنا سيدي فاش مشى لفرنسا قال لي ماكرون، قال ليه سير هدد المغرب باش نهددو بالحرب، صعدوا معاه، شعلوا مع المغرب، واحد شويه في استفزازات، واحد شويه كذا وكذا وكذا. جا شنو قريحه داروا داك مجلس الامن ولا مجلس الحرب ديالهم، داروا الاجتماع ديالهم، قالوا شنو نديروا شي استفزازات للمغرب، صيفطوا شي شاحنه او جوج شاحنات او الله اعلم كيفاش القضيه لديك المناطق العازله. المغرب صيفط لهم درونات شتتهم، ناض الاعلام ديال بوليزاريو، اضربوا الجزائر، اضربوا الجزائريين، قتلوا الجزائريين وعزال مدنيين كذا ما كذا. الجزائر نقلت الخبر على بلا زعما فرنسا والو، نقلت الخبر من الاعلام الصحراوي كما يقولوا هما خرضوه شويه، صيفطوا رسائل العرب لما صيفطوا السعوديه والبحرين والكويت وغيرها، صيفطوا لهم رسائل نفس الرساله، صيفطوا لهم قالوا وديو هضروا المغرب راه تعدى علينا وكذا، وشحال من خطر دابا هذا كذا، مالو اضرب لينا مدنيين، قتل لينا مدنيين، شاحن المدنيين فين؟ واش داخل الجزائر؟ لا. موريتانيا؟ لا. فين؟ في المناطق المحرره. المناطق المحرره هكاك. شويه دار الاخبار بوريطا وبلينكن الوزير الخارجيه الامريكي اتصلوا مع بعضياتهم، هضروا مع بعضياتهم، قالوا لي كيفاش هاد خياتنا هادو راه ما غاديش يحشموها، كيفاش قال لي واخا. قال النائبه ديال الوزير الخارجيه الامريكيه اتصلت بالعمامره، قالت لي شنو هذا الشيء، شنو كديروا هذا الشيء، راه ماشي معقول، شوفها بعدها الوزن كيفاش داير. يعني وزير الخارجيه ديال المغرب مع وزير الخارجيه ديال امريكا، اما ديال العمامره ديال الجزائر فاتصلت به النائبه ديال الوزير. وهنا كنشوفوا الوزن ديال دوله مع دوله. ما عندنا غير ناض الاعلام كما قلنا ديال الجزائر داير باش يدير زعما ترويج لهذاك التبنديره اللي تبندروا، داروا ترويج، داروا ناض داك بن سديره ديالهم حتى هو غندخلوا للحرب وغنديروا وغنفعلوا وكذا وكذا، ما غنزقاوش. جاء واحد التقرير من رئيس المخابرات السابق ديال امريكا، اش قال لهم؟ قال لهم لو المغرب يقول
لو انطلقت رصاصة واحدة من الجزائر، رصاصة واحدة من الجزائر إلا انطلقت، راه الحرب غتشعل وما غتوقفش حتى تحرر الصحراء الشرقية. ويكون في علمكم بالله المغرب غيضرب المنشآت الحيوية، يعني من النفط والغاز، هما باش كياكلوا، هما باش عايشين الجزائريين من النفط والغاز. ولا تضربوا هاد المنشآت الحيوية ديال الجزائر، الجزائر ما يلقاش ما ياكل، ما عندكش ابو صباع شي حاجه باش تعيش. المغرب الحمد لله عنده الفلاحه والصناعه والصيد البحري والفوسفات وكذا، واحد كثير من الانتاج المحلي. تدخل الحرب، اذا ما كانتش هذه تكون هذه، اذا ما كانتش هذه تكون هذه. انت ابو صباع اذا ما صدرتيش الغاز والبترول راك ما تاكلش، ما تلقاش ما تاكل. راه قالها واحد وزير سابق ديال اسبانيا ما سميتو، قال لهم الجزائر عندهم الغاز مقابل الاكل، الا مشى لهم الغاز والبترول ما ياكلوش. انا فاش سمعوا هاد التقارير هذه واتصال ديال النائبه ديال وزير الخارجيه الامريكيه ودارت القضيه الحرة ما مسلكاش، شنو قالوا؟ خرجوا في الاعلام ديالهم ونفاو الموضوع بخطره واحده. قالوا لا حقا غلط، ابقى غلط، سوء تفاهم. هو فعلا تبندير كاين، تبندروا جزائريين دخلوا باش يستفزوا المغرب وتبندروا وكلاو كلاو الشحط، وداك الاعلام اللي خرج اللي قالوا تبندروا اياه بصح، وما كاين ماشي مدنيين، دوك عسكريين دخلوا داروا استفزاز باش المغرب ينوض باش تنوض حرب. لقاش ماماهم فرنسا قالت لهم سيروا صعدوا من المغرب. هي هذيك داكشي علاش ضربوا الطم وقالوا لا حق هذاك الشيء غير غلط مطبعي. شنقري حاجاتو الهضره من لهي وجاتو الهضره من لهي وجاتو من لهي، قال له تكمش. وهي اصلا في الحقيقه راه الجزائر راه ما تقدرش على المغرب، لا عسكريا ولا اقتصاديا ولا يعني من ناحيه السلاح. راه عندنا السلاح، ما عندناش السلاح اللي عندهم هما. عندنا السلاح حنا قليل وكاين فيه الفائده وفيه المنفعه، هما عندهم كثير وانما خرده، دبابه ملصقينها بسلوكه، صاروخ كيبغيو يطلقوه كيطيح بلاصتو ولا ما يتقاعدش كاع في خطره. المغرب السلاح ديالو منوع وفيه التكنولوجيا حديثه، يعني تحت طائره اف 16 دخلوا عليها تعديلات، يعني دخلوا عليها تكنولوجيا حديثه، دبابات كذلك، وزيد انت عندك خرده. وكما قلنا حتى الى الحرب عندنا حنايا، يعني عندنا حلفاء ديالنا، اصلا الحلفاء ديالنا بحال امريكا واسرائيل وكذا يدعموك. الجزائر اذا دخلت الحرب راه ما كاينش واحد اللي غيدعمها. يكون روسيا راه واخده خايده فهمها. اللي كان شي فرنسا مع الايام هذه ممكن ما كنظنش. فرنسا مع الامريكان غتقول للامريكان وياك، الا ضد المغرب. لهذا الحرب هي غتكون الحرب عاجلا ام اجلا. الحرب مع الكراغي لما حدد النظام حاكم، الحرب غتكون غير هي باقا طويله شويه، ماشي حاليا الغاز الجزائري
اوروبا محتاجه ليه، امريكا محتاجه ليه. مبغاوش الجزائر تدخل في حرب، واش المصالح الغربيه كيلعب الجزائر حاليا. علاش امريكا ما دارش عقوبات على الجزائر؟ كانت نقنقه ديال العقوبات، انما لقيتها مسلكاها مع الاوروبيين بعدا كتصدر لهم الغاز كبديل لروسيا. وعلى ذكر روسيا، كان واحد الخبر ديال مناورات عسكريه وتدريبات عسكريه مع الحدود مع المغرب، كانوا قالوا مع الجيش الجزائري مع روسيا، في الاخر خرجوا نفاو قالوا لا ما كاين لا مناورات مع روسيا لا والو، خوفا من الامريكان. كيجبدوا الامريكان واش راه الاقمار الصناعيه راه فوق راسك، راه عارفه ليكوش ديال العبار ديال ليكوش وامتى كيبدل ليكوش شنو قريحه راه عارفه. لا المخابرات المغربيه ولا المخابرات الامريكيه ولا المخابرات الاسرائيليه ولا المخابرات العالميه. راه الجزائر بحال قلتي شي حاجه قدامك ملموسه، داكشي اللي كيديروه معروف، هما اغبياء، كل شيء واضح. لا محمد درنا خرجوا قالوا لا حنا الا بغينا نديروا مناورات راه غنعنوا عليها وكذا وكذا. تخرج وزير الخارجيه الروسي البارح وقال لهم درنا مناورات وعلى الحدود المغربيه في بشار. هاد الحمق هادو، هاد الهبال هادو، هاد الدوله ديال المكلخين كيجيو الله زعما راه هما اللي عايقين، هما اللي كاينين في العالم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصافي هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. والى وصلتي لهاد اللحظه ما تنساش الضغط على زر اللايك الاعجاب بالفيديو، و لا مشاركش اشترك باش يوصلك كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.